بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حلوة كده هتعجبكم جدا. هنخرج بقى عن المعتاد بتاعنا اللي هي القطايف والكنافة، ونعمل بقى الترند اللي نازل جديد. هنعمل مع بعض صوابع جيجي. هي طبعا غالية في المحلات قوي، وطبعا قلنا بقى نجربها كده معاكم. هي كانت زمان اسمها صوابع زينة، نفس الطريقة بس التشكيل مختلف يعني. وبعدين سموها بقى ايه، صوابع جيجي مؤخرا، وبكرة يسموها صوابع نوجة. شوف مع بعض دلوقتي الطريقة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده يعني، والله هي جميلة جدا، خصوصا مع صوص الشوكولاتة تحفة يعني. انا ما حبيتش انزلها في العسل كلها، قليت شوية من غير عسل وشوية نزلتهم في العسل يعني. تمام، هنشوف مع بعض الطريقة. طريقتها سهلة جدا يعني، مش مكوناتها بسيطة. معرفش هي غالية ليه. طبعا انا معايا كوبايتين من الدقيق، عليهم كوباية من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، وعليهم معلقة من الخميرة صغيرة، ورشة من الملح ورشة من السكر، وحوالي ربع كوباية كده من الزيت. تمام. وطبعا معانا كوباية من المية. هنبتدي بقى ننزلها تدريجيا. معلش التصوير مش واضح قوي، بس يعني ايه، اكيد انتوا واخدين بالكم برضو يعني. فهننزل بقى المية تدريجيا، وايه، وهنبتدي نعجن الاول. يعني الاول هنعجنها كويس مع الزيت، هنبسها مع الزيت كويس لما تبقى زي حبات الرمل كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين هننزل بالمية تدريجيا. تمام، لحد ما تبقى عجينة متماسكة معانا. يعني بسيطة جدا ما شاء الله. انا معرفش هي غالية ليه، هي مكونات بسيطة ما كلفتش معانا يعني. حوالي يعني 60 جنيه او حاجة يعني، مش مبلغ يعني. تمام. وطبعا ايه، هنبتدي نعجنها كويس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. وزي ما انتوا شايفين طبعا لازم نعجنها كويس جدا. وهبتدي اسيبها ترتاح حوالي 5 دقايق، مش كتير، عشان هي لسه هتختمر معانا تاني بعد التشكيل. وطبعا هفردها كمستطيل كده كبير. انا طبعا ايه، انا يعني حبيت ان انا اضاعف الكميه واي يعني احنا المقادير بتاعتنا، كميه الدقيق اللي هو دقيق السميد هتبقى نص كميه الدقيق العادي. تمام. بس انا استخدمت كوبايتين من الدقيق على كوبايه من السميد، وطبعا ضاعفت الكميه شويه برضو، ضفت نص مقدار كمان عشان يعني الحبايب ياكلوا معانا وكله ياكل يعني. المهم بقى ايه، فطبعا فردتها زي ما انتوا شايفين كده، وسويتها، وابتديت ان انا اقطعها مستطيلات، وبعدين ابتديت ان انا اقطعها مثلثات زي ما انتم شايفين كده. وهنشوف مع بعض هنعمل ايه دلوقتي. تمام. ابتدي بقى ان انا هلف المثلث يعني من القاعده اللي تحت بتاعته العريضه. تمام. وهبتدي عشان انا بقول لكم لاني حاسه التصوير مش واضح يعني، من القاعده العريضه كده، وهلفها ايه زي ما انتوا شايفين، وهشدها ويعني واثبتها كويس من الطروف عشان ما تفكش معانا في القليه. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هعملها بنفس، وهعمل شويه يعني بحجم اكبر شويه. تمام. طريقتها سهلة جدا يعني، والله طعمها تحفة جدا بصراحة يعني، وخصوصا ان انا ما قليتهاش. انا طبعا مرضيش اضيف عليها العسل كلها، عشان حسيت انها تبقى تقيلة يعني. يعني لما نحط عسل وبعدين نحط شوكليت هتبقى تقيلة شوية في الاكل، فانا حبيت ان انا اخلي اللي هي ام عسل لوحدها ناكلها كده، وان انا اخليها من غير عسل باقي الكمية يعني. سبتها من غير عسل عشان ناكلها بصوص الشوكليت. تمام. خفيفة وطعمها تحفة، ولما قعدت على فكرة كانت مقرمشة وجميلة يعني، ما نشفتش يعني ان هي مش حلوة يعني، لا مقرمشة وجميلة يعني. ما شاء الله. ودي طبعا هنقليها في زيت غزير. تمام. الصيام عامل عمايله يعني،
بنقطع في الكلام. المهم يعني ان احنا قليناها في زيت غزير، وهنبتدي بقى نخلي لونها كهرماني كده ونطلعها. وطبعا يعني الزيت ما يكونش سخن قوي عليها عشان ما تتعملش من بره ومن جوه تبقى نيه. تمام، عايزينها تستوي على مهلها، يعني تتحمر على مهلها. وطبعا اول ما تدينا اللون الجميل بتاعنا هنخرجها، وانا بخرجها على العسل، وبرجع اصفي العسل خالص عشان ما تبقاش تقيله معانا. عفوا. زي ما انتوا شايفين كده لونها جميل ما شاء الله. وهنقلي بقى طبعا الكميه كلها بنفس الطريقه، بصفيها كده زي ما انتوا شايفين. لا اله الا الله. ما شاء الله جميله بصراحه، يعني اختراع فعلا يعني. جميله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. طبعا زينتها بالفستق زي ما انتوا شايفينها، جميله جدا ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.